السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مصطفى من قناة بيجمان. النهاردة هنتكلم عن انت ليه لازم تبقى مسؤول او لازم تتحمل مسؤولية في سنك، اذا كان سنك بادئ من ال16 او 15 فيما فوق بقى لحد ال20 اقصى حاجة. ايه هي تعريف المسؤولية؟ انك انت مثلا تشيل اقل حاجة في المسؤولية. مسؤولية درجات بتتدرج من ان هي تبدأ بمسؤوليتك انت دلوقتي سنك 15 سنة، بتصرف ايه في يومك او ايه هي نشاطاتك اليومية؟ سواء بتلعب كورة، بتروح مثلا حجز كورة، او بتنزل مع اصحابك تقعد على القهوة، او بتقعد في الشارع، او بتقعد في البيت حلو على النت، ايا كان بتلعب بابجي ولا قاعد على الفيس تتصفح المواقع. فكل دي حاجات انشطة تستهلك فلوس مش ببلاش. فانت لو ركزت فيها كده، انت لو بصيت على الكام حاجة اللي انت بتعملهم دول، الفلوس اللي بتستهلكها لازما تجيبها. ليه لازم تجيبها؟ علشان انت دلوقتي بقيت اسمك راجل، يعني انت كبرت خلاص مبقتش عيل صغير. فالمفروض انت تبدأ بقى ايه، تشوف الحاجات دي وانت تحاول تشيل مسؤولية نفسك. انك انت تتحمل من نفسك مسؤولية من وانت صغير، ده يبقى ليه فوائد كتير عليك بعدين. اولها انك انت هتبقى انسان غير اعتمادي على غيرك، يعني ما بتعتمدش على غيرك، بتبقى تعرف تعمل كل حاجة بنفسك، مستقل بنفسك يعني بمعنى اصح. وكتير تانية زي انك انت ليك خبرات في حاجات كتير. انت دلوقتي اتحطيت في قصة ان انا لازم اجيب فلوس. حلو. طب هجيب فلوس ازاي؟ لازم اشتغل. فهنزل اشتغل، انا معيش صنعة، انا على الله كده، أنا لسه نازل في السوق يعني اول مرة اشتغل. فهتبدأ تدور الرفض من هنا والرفض من هنا. اصلك انت هتفتكرش انك انت لما تسأل هيجيلك القبول على طول، او حد هيجي يقولك تعالى اتفضل اشتغل معانا. الموضوع ما بيجيش كده خالص، الموضوع بيجيلك رفض كتير جدا. لو حالفك الحظ ولقيت حد كويس تشتغل معاه من البداية من غير رفض، فده انت تمام. بس انا بكلمك في الطبيعي والسائد اللي بيحصل يعني. فانت لما تيجي تبدأ تنزل وتدور على شغل وكده، الرفض اللي بيجيلك ده بيديك مناعة. ده مبدئيا انك انت في البداية هتبقى متضايق، طب ليه رفضني؟ طب ما كان يديني فرصة، طب ما اعرفش ايه. كل دي حاجات تحس بيها في البداية، بس مع الوقت هيديك مناعة ان انت كلمة لا دي مش اوحش حاجة في الدنيا، عادي جدا تحصل ومن اي حد. دي اول حاجة انت بتكتسبها. طب والله لقيت شغل وتمام، فبتبدأ تتعلم فيه. بيبدأ معاملة صاحب الشغل اللي ليك بقى تديك خبرة تانية. انك انت لو كان صاحب الشغل كويس، فبيعلمك ان هو المعلمة بمعنى اصح، لان المعلم هو اللي بيعامل الصناعية بشكل كويس او الناس اللي شغالة معاه بشكل كويس. لكن لما بتلاقيه واحد مثلا ايه، الدنيا مزنقة معاه، ولا اذا كان بقى ايه واحد صاحب شغل، اذا كان محل ولا مهنة او ايا كان ايه الشغل اللي اشتغلت فيه، لو بطبيعة الحال الدنيا بايظة معاه فهو هيقسو عليك. مش هيقسو عليك عشان تتعلم، هيقسو عليك بدون سبب. فالقسوة دي برضو هتعلمك انك انت ازاي تواجه الاشخاص اللي بالشكل ده وازاي تتعامل معاهم، لان انت هتبقى مجبر تتعامل معاهم. ما ينفعش مجرد ان هو يعاملك بطريقة وحشة، او ان هو مثلا يشتمك او يهزقك او يهزر معاك بايده بضربة وحشة ولا مش عارف ايه الكلام ده كله، فانت تسيبه وتمشي. انا ما بقولكش تبقى مهزقة او تبقى ملطش لغيرك، بس برضو انت ما ينفعش يبقى خلقك ضيق في الشغل بالذات، لان الشغل بيبقى محتاج صبر بالذات في البدايات. انت لسه معكش حاجه تجازف بيها، او معكش حاجه انك انت تدافع عن نفسك بيها، فانت لسه في البدايات، فتصبر كده واستهدى بالله لحد ما ربنا يكرمك بعدين. طيب دي الحاجات البدائيه اللي بقولك بتكسبها من بس انت بتقول بسم الله الرحمن الرحيم انا عايز اشتغل. طيب بعد كده في مسيرتك وانت شغال بتقابل حاجات مش انا اللي هقولها لك، انت اللي هتعرفها، حاجات كتير جدا هتفيدك في الحياة وهتفيدك في الدراسة وهتفيدك كعقليا من كذا اتجاه، انت هتدرك ده، فاهم؟ فبما ان كل دي فوائد جاية من ورا انك انت بس تفكر تشيل مسؤولية نفسك، فليه لا ما تشيل مسؤولية نفسك؟ اول سبب علشان تنفع نفسك، تاني سبب عشان تشيل حمل كبير من على اهلك. وده اللي انا جاي اقوله لك النهاردة، ان سواء انت اهلك من وانت صغير بيصرفوا عليك او بيدوك مصروف او عادي بيعاملوك، يعني ده الطبيعي جدا. انت واجب عليك مادام نضجت او عقلك كبر، او على الاقل بقى فيك جسم يصلح انك انت تنزل تشتغل، مش عيل صغير يعني بمعنى اصح، انزل اعمل ده. ليه؟ لان انت اتوجدت في الدنيا دي مخلوق بسيف. ليه السيف؟ هو السيف ده محطوط علشان تقشر بيه طماطم؟ اكيد لا، السيف ده محطوط علشان تنزل تحارب بيه. فكذلك انت مولود بجسمك كراجل ده وقوتك دي عشان تنزل تشوف الدنيا عاملة ازاي وتشتغل وتجيب القرش. فانت لو فضلت قاعد
ومرخي سيفك على جنب، هيصدي وهيتلم ومش هيبقى ليه لازمة. فاهم حاجة؟ وانت كراجل لو سيفك صدى، انت عليك العوض منك العوض. جذبني ما شفت مثله، قلب عقلي عقل طفله، صرت اتبع في الرجل وابوسه. مع الوقت هتفهم السيف صدى دي معناها ايه. مع الوقت انت هتلاقي نفسك كبرت، هتلاقي نفسك الوقت فايتك، كل اللي في سنك معاهم شغلانة واتنين، واللي معاه مهنة، اللي معاه وظيفة، اللي صاحب أعمال، رجل أعمال، اللي معاه شركة، اللي معاه مشروع. كل واحد بيدور وبيجري في حتة وناجح في حتة معينة، وانت قاعد زي ما انت. ليه؟ عشان مضيع 7 سنين من حياتك بتلعب عليهم بابجي. او مقولكش ما تلعبش يعني، بس العب في الوقت الفارغ من يومك، مش تفرغ يومك. اعمل الاساسيات الاول. يعني مثلا انت اشتغلت حلو، صليت، قعدت مع اهلك، درست لو انت بتدرس يعني، واتمرنت. طب خلاص تمام، انا خلصت الاساسيات، في معايا ساعه فاضيه، عايز تروق على نفسك فيهم، قشطه تمام، ما قلناش حاجه. فاهم؟ ده هيبقى اسلوب حياتك. فعشان كده انا بقول لك، انت لو سيفك صدى، ساعتها انت خلاص مش هيبقى ليك مكان في الساحه. ساحه المعركه انت هتبقى مركون ورا، وسط مين؟ وسط الأسرة. حتى مش هقول لك مش مع الناس اللي مش بتحارب، او مع النسوان والناس العواجيز واي ما بيحاربوش، لا. انت هتبقى اصلا اسير. اسير لمين؟ اسير لذاتك، اسير للدنيا اللي انت عايش فيها، الحياة دي. فاهم؟ الحياة دي محتاجة انك انت تنزل تحارب فيها. لو فضلت قاعد كده ومستخبي في بيتك، افضل مستخبي في بيتك، بس بعد كده هيجي لك وقت مش هتعرف تاكل، مش هتعرف تشرب، مش هتعرف تجيب الهدمة. هتقعد معامل كنكرة في الحياة وفي الدنيا دي، لحد ما يجي لك موقف مش هيفوقك، هو هيقلبك. لا اما هتتجنن، لا اما هتتعدل. مفهوش غير كده. موقف كده يرنك على دماغك. فاهم؟ اللي هو هتلاقيه لا اما حبس، لا اما شربت مخدرات، لا اما عليك ديون فاتحبست بسبب الدين اللي عليك. ايا كان بقى ايه، هو موقف هيفوقك وهيرزعك على دماغك. والموقف ده مش لازم تاخده ترك على دماغك، لان احتمالية انك انت تخرج منه سليم، او دماغك دي عايزة انك تبقى احسن عشان ما تقعش فيه تاني، نسبة بسيطة جدا. يعني نسبة 30% تخرج منه سليم، 70% التانيين بقى انت هتتجنن، لا اما هتكمل في السكه دي، هتفضل في السجن كده ايه، مرمي سنتين 3 4 10 لحد ما حد يفتكرك بقى. اسمع يا خو. كنت حابب يعني اقول انك انت لما تشيل مسؤوليه من وانت صغير هتبقى حلوه جدا، بالذات لما تكون انت مختار ده، مش حد قالهولك، او مش الظروف اللي جابرك عليه. طبعا انا عارف ان ناس منكم كتير يعني بيبقوا عادي ان هو بيشتغل من هو صغير من غير الكلام ده كله، بس انا بتكلم عن فئة معينة. لان في شباب ربنا يصلح حالهم، او ده المعتاد عامة في بيئات معينة، ان بتلاقي الشاب من دول عنده 17 و18 ويوصل لل20، وتلاقيه قاعد في بيته ما بيشتغلش، واما بيشتغل مع والده، او بيشتغل حاجات كده اللي هي خفيفة جدا، وبالنسبة له هو كده تمام، انا شغال وبكسب فلوس وإنسان يعني إيه، فاهم، محقق النجاح كله. فبلاش توهم نفسك بحاجات زي دي في سن زي ده، علشان لو كملت على كده، الشغل الأصلي لما تتحط فيه، الشغل الحقيقي بقى بالضغوطات اللي عليك، بالمبالغ، بالمرتبات القليلة، بتهزيق المدير، بالمواعيد، بكذا حاجة كده، بالضغوطات، بالمسؤوليات، انت هتفهم ان انت ما كنتش في شغل خالص. هتعرف ان انت كنت في لعبة كده، وكنت بتقضيها وبيدوك مكافأة آخر اليوم بس. فاهم؟ فانزل واشتغل، اتفضل يعني مع ناس غير قرايبك. يعني لو والدك بيشتغل شغلانه، انت يا عم اتعلم المهنه، او انزل معاه وحاول تشوف معاه شغلانه تانية. او لو انت مش هتعرف تعمل ده كله، شوف شغلانه تانية بعيد عن ابوك، او بعيد عن اي حد من قرايبك، او اي حد من يخصك، سواء صاحبك او غيره، علشان هيكون فيها طريقه ما من الراحه، او نوعا ما من الراحه، وده مش هيبقى حلو ليك برضه. فاهم؟ انا ما بقولكش دور على الشقه واتعب، بس بقولك انزل وجيب فلوس، ايا كانت ايه الطريقه. يعني لو عايز تمسح كل اللي انا قلته لك اللي فات ده، ال5 دقايق او الدقيقتين اللي فاتوا دول، وتبدا من الكلمه دي، تمام، انزل وجيب فلوس بايا كانت الطريقه، اهم حاجه تبقى حلال. نو بهزر، جو اسرع. شوف بقى ايه اللي انت تعمله، سواء كان ناس ولا وزير داخليه، مش هتفرق، الاتنين هيجيبوا فلوس، بس دي هتجيب فلوس معينه ودي هتجيب فلوس معينه، دي هيبقى ليها ايجو معين وده هيبقى ليها ايجو معين. لازم تبدا من هنا عشان توصل لهنا. هتقول لي ازاي؟ لو انت معكش واسطة ولا فلوس، لازم تبدأ من هنا عشان توصل لهنا، ما فيهاش غير كده. الحياة لا اما معاك اسلوب يسهل لك، اسلوب، وسيلة تساعدك في ده، اللي هي الواسطة او الفلوس، لا اما انت بقى ايه،
تبدأها من تحت لفوق، وده حاجة مش ظلم، مش الحياة ظالماك ولا جاية عليك، ده حاجة يعني إيه طبيعية جدًا. ليه؟ لإن أنت عشان تطلع بتعدّي بدرجات كتيرة أوي، فاهم؟ فالدرجات دي لازمًا تجيبها من تحت لفوق، علشان لمّا توصل لفوق تبقى أنت عندك شخصية تأدّي كويس في المكان اللي هي اتحطّت فيه، ما تبقاش شخصية عشوائية، وما تبقاش شخصية لسه مبنية على تفاهات القديمة، على الحياة القديمة، لأ تبقى متبرمجة على الحياة الجديدة، طلعتها واحدة، واحدة، فاهم؟ اللي بيطلعوا بوسائل المساعدة دول مش هاقول وحشين، ممكن في ناس منهم بتنجح، بس اللي بيطلع بوسائل مساعدة ما بيبقاش زي أو بيتقارن أصلًا باللي طلعها من تحت لفوق، وده بقى أنتم هتشوفوا الموضوع ده في كل حاجة في كل المجالات، إذا كان التمثيل، إذا كان في الشركات، إذا كان في الاقتصاد، إذا كان في السياسة، إذا كان في أي حاجة. هو طبعًا بغض النظر عن السياسة عشان السياسة لازم تطلع فيها بواسطة. جذبني ما شفت مثله. ولا ده انت مش عارف تدير حياتك، يلا انت لسه قاعد مع امك يلا في البيت. ده كان فيديو النهارده، أتمنى ما أكونش طوّلت عليكم. جدي زمان الله اكبر عليه البطل الخارق ايام حرب المعيز، كان في حكايه لقى خندق عرف انه يضم الفليب الاول لويس التاسع ريتشارد قلب الاسد، قال لك هعلف فلاح، قام عامل كده قبل عليهم برجل واحده، جه عند الخندق، تخيل الخندق اتفتح ازاي؟ ضرب الخندق برجل الخندق، بام اتفلق نصين. اصدق كانوا بياكلوا تفاح احمر، والفليب الاول كان لسه نازل جيم.